أصب ليك تاني ولا كفاية بيه؟ سنين بتعدي وانت بتشرب فيها ومش حاسس ان الكاس اتملى، وبقت المية من دمك وانت بتفرح بيها، ولا بتشبع من شربها مع ان لذتها قليلة بس انت برضو بتحبها. هتفضل كده لامتى قولي؟ وكرسيك قرب يتكسر، وعينيك بقت تتقفل، وكلامك بقى يكسفك بين الحروف، ولا جسمك اللي مش قادر حتى يثبتك، ولا ايدك اللي بقت من الحركة بتتعبك، ولا خيالك اللي سابك، وفرحك وأحوالك اللي اتفشكلت، ولسه برضه بتبص على الناس حواليك. الرقاصة تابت والكرسي اتكسر والمحل اتقفل وانت لسه بتحبها. الناس بتخلص وبتودعك وانت لسه بتحبها. حتى حبيبتك موتها ودفنت عيالك بالحياة، وضيعت كل شيء في الهوى وبرضه لسه بتحبها. يا شيخ حرام عليك قولي، طب هتعرف امتى نهايتك وانت لسه متعلق بيها مع انها مش عايزاك؟ حتى فلوسك بعتك في ارخص سوق هناك، ولما جم يشتروك باعوا عظمك للتراب. طردك عشان مش لاقي حاجة تقربك، مع انه عارف لو تبت في اي وقت هيفضل ربنا يرحمك. مع انه عارف لو تبت في اي وقت هيفضل ربنا يرحمك. يا رب توبة نصوحة بعد عصياني، بعد عصياني، قبل ما أشيب وانحني وامشي بعصياني، عصياني عصياني. القلب نادم، القلب نادم، لكن ليه العين عصياني، عصياني. يا ريت يا ريت دموعها تسيل على الخدين، تمحي صحايف ذنوبي، 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 وعصياني، عصياني، عصياني.